بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحشتوني جدا، وزي ما انتم شايفين النهاردة معانا أكلة بصوا ترم العظم زي ما بيقولوا. النهاردة شوربة جمبري مع بطارخ مع رنجة، أو مش عارفة الصراحة بيسموها ايه. أنا أعرف اللي هي دي الرنجة اللي هي العادية مش المملحة، ورز كده ببصلة، رز والسلطة والمخلل بتاعنا ويبقى تمام، وعصرة الليمون ويبقى تمام. يعني ما شاء الله، يعني أكلة أنا بالنسبة لي كل الأكلة دي ما تسويش البطارخ دي. أنا ما أعرفش حد أصلا البطارخ دي عنده. آه، ما هياش التوب، يعني زي ما بيقولوا ما هياش هي الأساس في أي حاجة. ممكن أضحي بأي حاجة عشان البطارخ دي. وما ننساش طبعا فوائد الجمبري وممكن يبقى جنبه رز ابيض، رز حبايه وحبايه، رز زي ما انا عاملاه كده، رز الصياديه. وممكن تبقى شوربه لوحدها، من غير اي حاجه، كانها ايه لسهره لطيفه كده. هنجيب الزيت على السمنه او الزبده بتاعتنا والبصله، والاساس بتاعت اي سمك زي ما احنا متعودين التوم، فثم التوم ثم التوم. انا المره دي حاطه هريسه خضراء مش هريسه حمراء، احنا عملناها الاتنين مع بعض. وغسلين الجمبري كويس جدا، وحاطين عليه الليمون بتاعنا ومظبطينه ومصفيينه. هنجيبه كده من المصفى على النار، على النار، ونقلبه. شوفوا مسافة ما يشم النار لونه بيفتح. يعني بصوا هو اصلا يعني كفاية بقى في المرحلة دي الريحة خطيرة. وهنزود شوية المية لما كده يعني يشرب شوية. جمبري طبيعي ما بيطولش على النار، ما بيطولش على النار. فلما بيشرب شوية يعني ياخد ويدي كده وكل لونه يبقى موحد، هناخد هنزود شوية المية، وياريت يكونوا سخنين مغليين من الكتل او حاجة. دلوقتي بقى في المرحلة دي هنعصر عصرة الليمون، عصرة ليمونة 2 براحتكم. انا كانت نص ليمونة بس عشان المزازة، يعني ما في ناس ما بتحبش المزازة. وشوفوا، وهنحط الملح والكمون. الكمون هو اساس السمك، اساس اي نوع سمك هو الكمون، فلازم نحط الكمون بتاعنا والملح، ولو سنة فلفل اسمر، ولو توم بودر بصل بودر براحتك. بس انا ما حطيتش غير الكمون والملح بس، عشان يبقى الشوربة فيها طعم الجمبري. ما بحبش البهارات كتير عشان الشوربة او الاكل عامة يبقى فيه طعمه يبقى فيه، مش عارفة بيسموها ايه الصراحة، اللي هو طعم الاكل ما يتغيرش. فما قدرتش اصبر قدام البطارخ، دقتها وبألف هنا وشفا، وربنا يصلح ما بين ايدينا وايديكم يا رب، اللهم امين اللهم امين. ما تنسوش الليمون، ولو جربتوها ووصلتوا معايا لحد كده ما تنسوش اللايك والاشتراك. ولو عجبتكم جربتوها وعجبتكم ادعولي دعوة حلوة. وبألف هنا، وربنا يصلح ما بين ايدينا وايديكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.